اكتشاف صادم حول الدماغ أثار دهشة العلماء في السنوات الأخيرة. دماغك يبقى يصنع خلايا جديدة باستمرار وحتى الموت. خلايا الدماغ لا تتجدد، وإذا ماتت لا تعود. هذه قاعدة خاطئة تماما. وهل صحيح أن هناك طرق سهلة جدا تستطيع أن تنمي خلايا عصبية جديدة في دماغك؟ اليوم أيها الأحبة سنتناول هذا الاكتشاف المهم الذي يؤكد أن الدماغ يبقى نشطا ويبقى في حالة تصنيع لخلايا جديدة، ولكن هناك أساليب وطرق سوف نكتشفها اليوم. هذا الفيديو مهم، تابع معنا للنهاية أخي الحبيب حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك ظاهرة تسمى التولد العصبي أو نمو خلايا عصبية جديدة. لسنوات طويلة كان العلماء يعتقدون أن الدماغ تموت خلاياه باستمرار ولا تخلق خلايا جديدة، ولكن حديثا بعد أن تطورت وسائل القياس ووسائل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ووسائل كثيرة جدا يستطيع العلماء من خلالها أن ينفذوا إلى أعماق الدماغ، تبين أن هناك منطقة صغيرة اسمها الحصين. هذه المنطقة طبعا كما تعلمون أيها الأحبة مسؤولة عن قضية خطيرة جدا وهي الذاكرة. أخطر قضية هي الذاكرة فعلا. لولا الذاكرة الإنسان لا يستطيع أن يعيش. مسؤولة عن التعلم، مسؤولة عن المشاعر والعاطفة. هذه المنطقة لو كانت تموت الخلايا فيها ولا تنمو خلايا جديدة، إذن هذه كارثة على الإنسان. سيدخل في ما يسمى بالخرف أو الزهايمر. لذلك هنا يعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف مهم، لأنه غير فكرتنا عن الدماغ. فالدماغ ليس جهاز ثابت لا يتغير ولا يتجدد، بل هو جهاز حي يتغير ويتجدد ويتأثر بالعوامل المحيطة. فإذا هذه الخلايا الجديدة تساعدك على تقوية الذاكرة والتعلم في سن كبيرة، وتساعدك أيضا على أن تكون أكثر سعادة، وعلى أن تكون مشاعرك وعاطفتك جيدة حتى في سن كبيرة، تتخلص من الاكتئاب والحزن ومشاكل أخرى. الغريب في الأمر أخي الحبيب أن العلماء اكتشفوا أن الرياضة وبخاصة المشي السريع أو النسلان الذي أخبرنا عنه النبي، أمرنا به، قال عليكم بالنسلان. تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المشي السريع يزيد نمو الخلايا العصبية في الدماغ ويقوي الذاكرة. فلذلك بعض الناس يعانون من مشاكل ذاكرة كثيرة جدا، وتجد أنهم يخضعون لبرامج وتدريبات كلها قد لا تعطي ثمارا. المشي السريع هو أقوى أداة لنمو خلايا جديدة، خلايا عصبية في الدماغ وفي القلب أيضا، مما يزيد من قوة الذاكرة. لذلك المشي اليومي. طبعا هناك أيضا النوم الجيد. قلة النوم تقلل نمو الخلايا أيها الأحبة. النوم الجيد، لذلك قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فإذا النوم ضروري جدا، أن تنام بعمق دون أن تفكر، دون أن تحمل الهموم، بل أن تتوكل على الله وتدعو دعاء قبل النوم: اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء تدعو به قبل النوم، ثم تنام متوكلا على الله. فجودة النوم تساعد على نمو خلايا جديدة. أيضا التوتر يقتل الخلايا الجديدة. هذا اكتشاف جديد أيها الأحبة، هذا ما يقوله العلم. الضغط النفسي واليأس والاكتئاب يقتل الخلايا الجديدة في الدماغ. طب القرآن ماذا قال؟ قال: ولا تيأسوا من روح الله
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اعتبر اليأس كفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب. التوتر هذا يقودك للغضب. النبي نبهنا لخطورة الغضب، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فإذا يجب عليك منذ هذه اللحظة أن تتخلص من الغضب والحقد والانفعالات النفسية والتوتر النفسي، وأن تستبدلها بالعفو والتسامح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الذي يحفز نمو خلايا جديدة أيضا هو الحفاظ على التعلم باستمرار. كلما تعلمت أشياء جديدة ينمو دماغك باستمرار وبشكل فعلي. أفضل ما تتعلمه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل كلام يمكن أن تضعه في قلبك وفي عقلك. لذلك أخي الحبيب احرص على أن تقرأ آية كل يوم وتتدبر هذه الآية وتحفظ هذه الآية. إن شاء الله لا يصيبك لا زهايمر ولا خرف بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو العمر الذي يخرف فيه الإنسان، يصيبه ما يسمى بالزهايمر ويفقد ذاكرته ولا يدري ماذا فعل. طبعا هنا أيها الأحبة التعلم مهم جدا. طبعا أحبتي في الله، دائما الحركة أو المشي السريع، النبي علمنا المشي إلى المساجد، قال وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط. فكثرة الخطى هي جهاد في سبيل الله، وهي تقربنا إلى الله وتجعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فإذا المشي مهم جدا لتحسين الذاكرة. أيضا الرياضة والتعلم والنوم الجيد، كل هذا يعيد تشكيل دماغك. إذا أنت لا تعيش فقط داخل الدماغ، بل أنت كما يقول أحد العلماء تبني دماغك كل يوم دون أن تشعر. فهنا أيها الأحبة هذا الاكتشاف تأتي أهميته، أنه يبين لنا أن الدماغ ليس كما كان يعتقد العلماء من قبل أنه جهاز جامد، لا، هو متجدد، وتستطيع أن تنمي خلايا عصبية جديدة، وتستطيع أن تبقى في حالة تعلم وتذكر، وتحسن ذاكرتك باستمرار بأمور بسيطة جدا، وهي ممارسة المشي السريع والنوم الجيد، وأن تتعلم كل يوم معلومة جديدة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. والله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.